مرحبا معكم حلا. اليوم إن شاء الله رح نحكي عن الكربوهيدرات. كل شي بيتعلق فيها بطريقة مبسطة، يعني كل حدا بيشوف الفيديو يفهم شو هي الكربوهيدرات، المفيد منها والسيء منها، كيف بيتم التعامل معها من قبل الجسم. بس بتمنى منكم إنه إذا عجبكم الفيديو تحطوا لايك وتشاركوا الفيديو مع رفقاتكم أو جروبات الفيسبوك. هذا الشي بيساعد إنه تنتشر القناة والفيديو ياخد حقه من المشاهدة. هلا أول شي بدنا نعرف وين موجود الكربوهيدرات. هلا الكربوهيدرات موجودة بمعظم الأغذية، مثل مثلا الحليب ومشتقاته، الفواكه، الحبوب، الدقيق والأرز، وكل شي مصنوع من الدقيق الأبيض اللي هي مثلا المعكرونة والمعجنات. في عنا البقوليات، عنا الخضروات النشوية، يعني في عنا مثلا البطاطا والذرة، هي خضروات نشوية فيها نسبة نشويات عالية. في عنا مثلا البازاليا وكتير من الخضروات، لكن بنسب يعني متفاوتة يعني النشويات موجودة فيها بنسب متفاوتة. وطبعا الحلويات والسكريات والمشروبات الغازية كلها هي غنية بالكربوهيدرات. هلا عنا نوعين من الكربوهيدرات، هي أول شيء الكربوهيدرات البسيطة والكربوهيدرات المعقدة. هلا من دون ما نفوت بمصطلحات علمية وبمعادلات كيميائية، خلينا نقول إنه مثلا الكربوهيدرات البسيطة ممكن إنه أنت يكون عندك معادلة مثلا 5 زائد 3 يساوي 8، فهي معادلة بسيطة سهلة الحل، ممكن أي حدا يتعامل معها. بينما إذا شبهنا مثلا الكربوهيدرات المعقدة لمعادلة مثلا 5 زائد 3 ضرب 2 تقسيم 5 زائد 10 ضرب 6، فهون نحن صار عنا سلسلة من المعادلات، فهون نحن بنشبهها بالكربوهيدرات المعقدة، فهي بتاخد وقت لأنه نحن نحلها ونتعامل معها. وهيك بيتعامل الجسم مع الكربوهيدرات البسيطة والكربوهيدرات المعقدة. هلا الكربوهيدرات البسيطة هي سريعة الامتصاص من قبل الجسم، تعطينا طاقة سريعة. طبعا بترفع مستوى السكر، وهون بينفرز نحن الأنسولين، وبالتالي بيتوقف الحرق، بيصير تخزين للدهون. والنقطة اللي كتير أساسية إنه نحن بنرجع بناخد أو بنرجع بنحس بالجوع، وبنرجع بدنا نطلب الطعام مرة تانية خلال فترة كتير قصيرة. هي خالية من الألياف ومن القيمة الغذائية. أهم مثال لإلها هو السكر وكل شيء مصنوع منه، والدقيق الأبيض وكل شيء مصنوع منه. يعني مثلا عنا المعكرونة مصنوعة من الدقيق الأبيض، عنا الحلويات وأنواعها، فالعصائر الجاهزة اللي بيكون مضاف لها سكر، كلها هي يعني كارثة على الرجيم، إلا إذا كان الواحد متبع رجيم السعرات الحرارية. يعني أنا باخد 1200 سعرة مثلا، بس ممكن إني أخد مثلا سكر وأحسبها من ضمن سعراتي، أخد مثلا كم معلقة رز وأحسبها من ضمن سعراتي. هون بيكون يعني في استثناء، لأني أنا عم باخد سعرات قليلة. هلأ الفواكه عنا تصنف على أساس إنها هي سكريات أو نشويات بسيطة، لكن هي غناها بالألياف بخليها بطيئة الامتصاص وبتشعرنا بالشبع، لذلك هي تعتبر مفيدة غير السكر والدقيق الأبيض. هلأ عنا الكربوهيدرات المعقدة موجودة بالبقوليات، بالحمص والفول والعدس، بالفاصوليا، الرز الأسمر، خبز النخال، الشوفان، البطاطا، الذرة، طحين كامل الحبة، الشعير، البرغل، الكينوا، الحنطة، كلها هاي كربوهيدرات يعني معقدة، بتحتوي على سلسلة كبيرة بيتعامل مع الجسم يعني ببطء، فبتفوت هي على الجسم بتتحلل بعدين. طبعا الامتصاص كمان تبعها بيكون كتير بطيء، غنية بالألياف، بالقيمة الغذائية. صحيح ممكن إنه يكون سعراتها عالية، يعني هلأ مثلا البقوليات سعراتها لا بأس فيها، فلذلك نحن إذا كنا عم بأثناء رجيم بنحسب مثلا نحن لازم ناخد 50 جرام مثلا من العدس، أو 50 جرام مثلا من الفاصوليا، فالحساب هون كتير مهم. لكن نحن بالنهاية عم ناخد شيء كتير مفيد وصحي وغني بالقيمة الغذائية وبالألياف، وهذا أهم شيء. هلأ طبعا في عنا نحن طعام خالي من النشويات، اللي هي عنا مثلا اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء ولحوم الأسماك، هي أطعمة غنية بالبروتين وفقيرة جدا بالنشويات. لذلك نحن إذا بدنا نتبع حمية قليلة كتير بالنشويات، فنحن نعتمد على هاي اللحوم، نعتمد على نوعية الخضرة
يعني اللي ما فيها سعرات حرارية جاية من الكربوهيدرات، بنبعد كمان حتى عن البطاطا والذرة، لأنه هي نشويات. صحيح هي نشويات مفيدة، لكن نحن لما بدنا نعتمد على الابتعاد يعني بنسبة كتير كبيرة عن النشويات، كمان لازم نبعد عنها لحتى نحس إنه فعلا في هبوط بالوزن. وبيمثل هذا النوع من الرجيم هو رجيم الكيتو. الكيتو بيعتمد على إنك تفوتي بس بين 40 ل 50 جرام من النشويات بطعامك اليومي، وهذا الشيء طبعا شيء كتير قليل، لأنه الشخص الطبيعي اللي هو ما عم ينزل وزن ممكن إنه ياخد بين 220 وال 250 جرام من النشويات. فرجيم الكيتو جاب كتير نتائج حلوة مع أغلب العالم، لأنه هو بيعتمد على تقليل النشويات بنسبة كتير قوية، وبيعتمد على البروتين وعلى الدهون، فبيصير هبوط بالوزن. هلا بتمنى أنه اليوم الفيديو يكون عجبكم ووصل لكم فكرة عن النشويات. هلا رح أترك لكم بنهاية الفيديو يعني أطعمة غنية بالكربوهيدرات وقديش فيها، يعني بكل 100 جرام من هاي الأطعمة قديش فيها كربوهيدرات، وإذا كان هذا الشيء نوعية الكربوهيدرات هو بسيط أو معقد، لحتى يصير في عندكم يعني نوع من الثقافة الغذائية، الواحد هو يعرف شو بده ياكل وشو المفيد له ولجسمه وللرجيم يلي هو عم يتبعه.